السلام عليكم. عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي تقريبا 6. الواحد بقاله كتير بحاول اصحى بدري بعد الفجر كده، بس مش بقدر صراحة، بقوم كتير. يعني امبارح حاولت ان افضل صاحي بعد الفجر بس ما قدرتش، دخلت انام على طول. امبارح كنت بذاكر انا وواحد صاحبي في الارض. اتفقنا ان احنا هنكمل مذاكرة بعد الفجر، يعني عشان نفضل صاحيين وكده، بما ان ورانا امتحان يعني النهارده، فهنكمل مذاكرة. في محاولة مننا ان احنا نظبط النوم بقى، يعني نحاول نخلي النوم بتاعنا كله الصبح كده، بالليل قصدي، ونفضل صاحيين بعد الفجر. والله ربنا يسهل بقى ونفضل مكملين في الموضوع ده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. خلاص وصلنا للمكان اللي هنذاكر فيه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فطرنا دلوقتي وهنعمل قهوة ونذاكر بقى، يلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. احنا دلوقتي الساعة بقت 8:وتلت تقريبا، فخلصنا مذاكرة، ذاكرنا شوية حلوين الصراحة، وهنروح يلا عشان يا دوب هنغير وهنلحق الامتحان على طول. يعني الامتحان أصلا الساعة 9 وفي بلد جنبنا، ربنا يسهل لنا يعني الحال ونلحق يعني. بلال. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. والله سبحان الله يا اخي، مذاكره الفجر او الصبح عامه بيكون فيها انتاجيه رهيبه يعني، وبركه، يعني بيكون في بركه في الوقت، تكون بتذاكر كتير في وقت قليل كمان. يعني حته برضو، يعني احنا مشينا لحد دلوقتي كده في هواء جميل كده، والنسمه بتاعت الصبح دي بتكون، والله اعتقد مفيش ناس كتير هتحس بيها قد الناس اللي بيكون في الارياف، يعني زي في خضره والكلام ده. يعني المفروض يعني هنا برضو الناس في الارياف احسن حاجه ان هو يعني اليوم بيبدا تقريبا من بدري شويه، يعني من بدري قوي كمان. اه، يعني الساعة 6. لما بيبدأ يوم الصبح يعني بيبقى فيه روح كده او هوا، والله يعني يوم الواحد نفسه يظبط اليوم بتاعه يكون كده يعني حاولت كتير وبفشل، والله انا دينا بنحاول. ربنا يستر كده. بتلعب شطرنج احمد علي واسامه، انت اللي فايز. طيب، دلوقتي تقريبا 12 ونص. جيت من الامتحان كان كويس، يعني كان اصلا دين فكان سهل يعني الحمد لله، وخلصنا يعني. فمش عارف دلوقتي اعمل ايه، ممكن انام شويه يا اما ممكن اكلم بلال ونروح نكمل مذاكره. خلينا نشوف هنعمل ايه. طيب، انا ما عملتش حاجه يعني، ما طلعتش بره، ما اذاكر بره يعني، لان الجو حر جدا، فقلت هذاكر هنا في البيت وخلاص. وما نمتش برضو، لان لو نمت دلوقتي هسهر بالليل وهضيع اللي انا عملته. يعني انا كان صراحه عاوز اخلي يومي يرجع تاني الصبح من بعد الفجر، فهضيع الكلام ده. فهذاكر دلوقتي شويه بس. يلا بينا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند
الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. طيب الصراحة ما بتكلمش عن فكرة إن إحنا بقينا نحتكر الحاجات جدا، بقينا نفتكر إن الحاجات الصغيرة ملهاش لازمة، مع إنك لو بصيت لها هتلاقي إن فعل صغير ممكن يكون سبب نجاتك أو هلاكك يوم القيامة. بقينا بنفتكر إن الخير لازم يكون كبير عشان يتحسب أصلا، إحنا مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى ابتسامتك في وش حد ممكن تكون خير ليك عند ربنا عظيم جدا. المشكلة بقى إن إحنا بنبص للخير دايما بحجمه، يعني لو هو كبير هتاخد حسنات كتير، انما لو صغير انك مثلا تبتسم في وش حد، انك تقول كلمه حلوه، تواسي حد على حاجه او تسمعه اصلا، لا. بس لو بصيت في الدين هتكتشف ان ربنا عمره ما كان بيقيس الحاجات بحجمها او بيقيس الحسنات بحجمها. ربنا قال فمن يعمل مثقال ذره شرا يره. ذره حاجه احنا مش شايفينها اصلا، حاجه ملهاش وجود، ربنا شايفها وكاتبها وكل حاجه. يعني مثلا المثال بتاع الامراه البغي بقالها سنين بتعمل ذنب اللي هو الزنا، وبسبب انها سقت كلب او شربته، كانت شايفاها في الصحراء وهي ماشيه وبتشرب من البير، فخلعت الخف بتاعها، بعد كده نزلت ملته فشرب، فربنا دخلها الجنه بسبب كده. على النقيض الاخر كان في واحده ست دخلت النار بسبب قطه، يعني الامراه دخلت النار فيها الراحه حبستها وانت تطعمها وانت تركع تاكل من حشيش الارض. حاجه ممكن ناس كتير تشوفها بسيطه جدا، بس لا، دخلت واحده دخلت الجنه بسبب حاجه ممكن الناس تشوفها بسيطه، واحده دخلت النار بسبب حاجه ممكن الناس تشوفها بسيطه. يعني تخيل مصير انسان كامل يتحدد بسبب تصرف احنا شايفينه اصلا مش حاجه. الذنوب الصغيره ممكن تودي الناس تدخل ناس نار، برضه في حسنات صغيره ممكن تدخل الناس الجنه اصلا. يعني تيجي يوم القيامه كده حاجات انت فاكرها او مفكر ان هي ديت اللي هتدخلك النار، يعني حاجات كبيره، او شايف ان انت ممكن ديت هي الذنوب اللي انت خايف منها، تكتشف في الاخر ان الحاجات الصغيره هي اللي هتهلكك اصلا. يعني هي مثلا الغيبه او الحاجات الصغيره جدا نفس الفكره، يعني انت بتبقى داخل برضه مطمن ان في حاجات ممكن هي اللي هترفعك، وتكتشف في الاخر ان في بسبب انك عديت راجل الشارع فدعا لك، فهي دي الحاجات اللي بترفعك، او بسبب انك شفت واحد متضايق فضحكت في وشه اول ما قابلته، الكلام ده كله هو ده اللي هيرفعك في النهايه اصلا. ممكن تقيس الكلام ده على نفسك انت كم، شوف انت في نفسك كم مره كنت انت متضايق وحد لما قال لك حاجه او ساعدك بكلمه او قال لك معلومه، او كنت تايه فقال لك معلومه، الكلام ده كله ساعدك، يعني فانت جواك هتحس بيها فعلا. سبحان الله، ممكن حياه ناس اصلا، يعني انت ممكن فاكر ان كلمه ما تاثرش في حد، بس هي في الحقيقه لو قلت كلمه لحد ممكن تفرق معاه ايام، ممكن اسابيع وسنين كمان، يعني ممكن تاثر فيه لمده كبيره. احنا بس اللي احيانا بنستنى الفرصه الكبيره العظيمه اللي تعمل فيها خير عشان تتكتب لك وتظهر والكلام ده كله، لا. يعني مع ان التفاصيل الصغيره هي الاهم، هي الخير الحقيقي، هو ده اللي بيبنيك انت. او مثلا انك تقول كلمه كويسه او تطمن على صاحبك، تكلمه وترن عليه في التليفون، ده حاجات بتفرق جدا والله، يعني كله بيتحط تحت بند الكلمه طيبه. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه الطيبه صدقه، يعني هي كلمه انت تنساها بعد 10 دقايق من ما تقولها ويفضل واحد فاكرها لمده سنين قدام. حاجه بقى انك ما تفكرش ان في حاجه هتضيع، يعني انك لازم تحط في بالك ان كل حاجه هتلاقيها هتقدمها هتلاقي قصادها، يعني ان ما كانش في الدنيا هيكون في الاخره. يعني انت لازم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، كل خير هيرجع لك كل حاجه. يعني كنت سامع قصه من فتره كده، كان تقريبا الشيخ علاء حامد تقريبا كان بيقول ان كان في شاب، الشاب ده يعني بقى بيقول ان هو كان الدنيا مستوره معاه وماشي، والشباب عماله تنتكس وهو ماشي تمام وعلى طريق الهدايه وربنا يهديه والحمد لله يعني. فهو مفكر ان هو الشاب اللي بيقول يعني ان هو مفكر ان هو ده كله بسبب هو انسان يعني تنين مفيش زيه. وماشي في مره بالصدفه في الشارع قابلته واحده ست فبتسلم عليه، بيقول انها بتسلم عليه بحراره يعني. هو بتقول له انت مش فاكرني، يعني هو مش فاكر، بيقول لها لا. قالت له انا فلانه اللي من فتره من كام سنه من 5 سنين كنت محتاجه واقعه في كرب، المكان المحل بتاعي ما فيهوش بضاعه ومحتاجه فلوس وانت ساعدتني بالمبلغ كذا فمن ساعتها والله وانا بدعي لك. فهو بقى شاب عرف بقى هو ازاي ماشي، يعني الدنيا ماشيه معاه ومستوره معاه، عرف بقى هنا الوقت ده، عرف بقى ساعتها انا عرفت ليه الدنيا ماشيه معايا، ليه مستوره معايا بسبب واحده انت ساعدتها، وانت يعني بالنسبه لك مش فلوس، او دي مش حاجه عاديه جدا بالنسبه لك انت، بس سبحان الله هي ساعدت حد معين قعدت سنين بتدعي له، 5 سنين بتدعي له كل يوم، انه عشان فك كربها، يعني سبحان الله. يعني ما تستقلش باي خير وما تستحقرش اي حاجه، تمسك باي حسنه كده بجد. لا تحقرن من المعروف شيئا، ان انت ما انتش عارف ايه المعروف اللي ممكن ينجيك.
كمان لكلام امبارح خلينا نقول ان احنا فعلا محتاجين او لازم نتمسك باي حسنه او اي حاجه ممكن تقربنا درجه لو من الخير. يعني والله انا بقول كده مش لاجل حاجه اكتر من ان احنا فعلا محتاجين، يعني احنا مقصرين لدرجه كبيره، مقصرين فعلا، ونامل من ربنا انه يدخلنا الجنه يعني باقل حاجه. الحاجه دي بقى زي ما قلت ان هي تكون حسنه بسيطه انت عملتها بسبب مثلا صدق جواك او اخلاص نيه او كده، هي دي تكون السبب في دخولك الجنه ان شاء الله. يعني عشان ما نتحطش في المكان اللي هي بتاعت الناس اللي هيجوا يوم القيامه عندهم حسناتهم قد سيئاتهم بالظبط، فهيجي يفضلوا يقولوا الناس يعني لا حد يديني حسنه، حتى ما حدش هيرضى، ما حدش يديله حاجه، ابوه وامه واخته واخوه صاحبك كده، ما حدش يديله حاجه، كله يقول نفسي يعني. حتى لو هو انت هتدخل الجنه هيقول لك هترفعني درجه الحسنه دي، فانت في النهايه ممكن ربنا يرحمه وما يدخلوا الجنه برحمه ربنا يعني مش اكتر. لازم تعمل اي حاجه انت تقدر عليها، زي ما اضعف الايمان زي ما قلنا تبتسم برضه في وش حد، الكلام ده كله. على النقيض الاخر برضه لازم زي ما بنعلي الجانب ده برضه تحاول تتجنب على قد ما تقدر الحاجات اللي, اللي هي ممكن تخسفك، يعني على قد ما تقدر ما تظلمش حد وما تزعلش حد كده، على اللي انت تقدر تعمله اعمله يعني. يعني كان في قصه كده، كان احد الملوك الظلمه زمان، كان كان قصور بقى وهو ملك عظيم، فاتسجن هو ابنه. فابنه بيقول له يعني ايه اللي وصلنا للحال ده، اللي هو يعني من ملوك وقصور وكلام من ده لسجن؟ قال له دي دعوة مظلوم صارت في جوف الليل، يعني دي حد انا ظلمته كده فهو دعا عليا، فعلشان كده لازم نحاول على قد ما نقدر نتجنب ان احنا نكون ناس وحشين. ربنا يصلح لنا الحال. طيب قبل في الفيديو كنت حابب اتكلم معاكم في نقطتين كده مهمين جدا. الاولى ان في تطبيق مهم جدا على الموبايل يعني اسمه قانت. ممكن احط لكم صورته هنا. تطبيق مهم جدا لان هو بيعمل بالحديث بتاع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات فهو ليس من الغافلين، ومن قام بمئة آية فهو من القانتين، ومن قام بألف آية فهو من المقنطرين. ده معناه ان انت لو قمت الليل بتاعك بعشر آيات فانت مش هتكتب من الغافلين عن ذكر الله، ولو قمت الليل بتاعك بمئة آية فانت هتكتب من القانتين، وده حاجه كويسه جدا. ولو صليت بمئة آية بألف آية بقى ده تكتب من المقنطرين، يعني اصحاب الاجر العظيم عند ربنا. هو الموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب طبعا انك تجيبها، يعني ممكن لو صليت في جزء عامه باكتر من صوره ممكن تجيبهم عادي يعني. الحلو في الموضوع يعني ان هو بيشجع جدا، يعني انت لو ما بتصليش خالص قيام ليل هيشجعك على انك تصلي، تبدا تصلي. لو بتصلي فهو هيشجعك انك تزود عدد ركعاتك، هو حاجه كويسه جدا يعني. والنقطه الثانيه الصراحه كنت انصحكم نصيحه، ما فيش حد يشتري حاجه غاليه اونلاين في العموم، لان انت مهما يعني كلنا ساعات بنتخدع كده وبنلاقي في صفحات حاجه بتبقى انت عاوز تشتريها قوي، يعني انت بتتكلم مع اصحابك او كده فبتلاقي بتروح تلاقي في صفحات كتيره قدامك وتلاقي في عندها عدد فولورز كتير جدا وناس واثقه ومش عارف ايه والكلام ده كله. هي لو غاليه اوعى بجد ما تشتريهاش يعني بيكون الخدمه بعد البيع خدمه مش كويسه خالص، وبالذات لو الكترونيات. يعني انت لو هتشتري مثلا تليفون كمبيوتر اي حاجه في العموم يعني لابتوب كده، بلاش اونلاين. يعني انت ممكن لو هو حتى مكان موثوق او عنده فولورز كتير او كده ممكن تعرف لو ليه مكان ستور او كده تروح احسن لك، يعني احسن لك كتير يعني. بس كده تكون اليوم بتاعنا انتهى على خير، وإن شاء الله هتشوفوا فيديو جديد يعني قريب قريب إن شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.